تخيل معايا راجل في التلاتينات صحي فجأة لقى نفسه مش زي الأول، حاسس إنه بيتعب بسرعة ونفسه مش زي زمان، ومش فاهم إيه اللي حصله وليه علاقته بمراته بقت فيها توتر غريب. مش خناقة، بس في حاجة اتكسرت ومش قادرين يفهموا إيه هي. الدكاترة قالوله تحليل التستوستيرون منخفض والشرايين فيها ضعف. ساعتها وقف وسأل نفسه السؤال اللي محدش بيحب يسمعه: هي السجاير هي السبب؟ الفيديو ده هيخليك تبص على السيجارة بطريقة تانية خالص، مش كرمز رجولة، لكن كعدو بيسرق منك رجولتك ببطء ومن غير ما تحس. سؤال بسيط بس وراه مصيبة كبيرة: ازاي السيجارة الصغيرة دي ممكن تقلب كل حاجة في جسمك؟ أول ضربة مش في الرئة زي ما الناس فاكرة، الضربة الحقيقية في الشرايين، الخط اللي بيغذي كل خلية في جسمك بالدم والحياة. النيكوتين وأول أكسيد الكربون والأطران بيهاجموا جدران الأوعية الدموية وبيخلوا الشرايين تفقد مرونتها واحدة واحدة، كأنها بتتاكل من جوه. وده معناه إن الدم ما بيوصلش كويس للأعضاء، خصوصا العضو الذكري، والنتيجة ضعف في الانتصاب، فقدان في التحكم، وبرود بيزيد مع الوقت. والعلم بيأكد الكلام ده. في دراسة من مجلة أمريكان جورنال بتقول إن الرجالة اللي بيدخنوا أكتر من 20 سيجارة في اليوم عندهم احتمال ضعف انتصاب أعلى بنسبة 60% من أي حد غير مدخن. وفي دراسة تانية من جامعة تولين أثبتت إن التدخين السلبي بيقلل تدفق الدم للعضو الذكري بنسبة ما بين 15 ل 20% في المتوسط. يعني حتى لو ما بتدخنش، وجودك وسط المدخنين بيأذيك. مش بس الدم، الهرمونات كمان بتتأثر. النيكوتين بيلعب في كيمياء الجسم، بيأثر على الغدة النخامية والخصيتين، وده يخلي التستوستيرون يقل، يعني الرجولة نفسها بتضعف. ولما التستوستيرون بيقل، كل حاجة بتبدأ تضعف: الرغبة والطاقة وحتى المزاج. حتى شكل الجسم بيتغير والبطن بتبدأ تطلع. في دراسة من جامعة هارفارد بتقول إن المدخنين عندهم معدل التستوستيرون أقل بنسبة 15%. لكن المفرح، أول ما تبطل جسمك بيبدأ ينظف نفسه لوحده، وخلال 3 ل6 شهور هرمون الذكورة بيرجع يرتفع تدريجيا. جسمك دايما بيحاول يساعدك، بس مستنيك تاخد أول خطوة. طب الشيشة أو الفيب أو الأيكوس، دول 3 أسامي لكن اللعبة واحدة. ناس كتير فاكرة إن الشيشة أو الفيب أخف ضرر، بس الحقيقة كلهم نفس اللعبة، بس بأشكال مختلفة. النيكوتين هو المجرم الأساسي في القصة دي، بيعمل نفس الانقباض في الأوعية الدموية ونفس التسمم اللي بيخلي جسمك يعيش في حالة اختناق مزمنة. في دراسة اتعملت في جامعة جونز هوبكنز سنة 2022 لقت إن بعض أنواع الفيب فيها رصاص ونيكل وكروم بنسبة أعلى من المسموح بيها، والمعادن دي بتأثر تأثير مباشر على الحيوانات المنوية وبتسبب تلف في الحمض النووي نفسه. يعني حتى لو شكلها أنضف، بس النتيجة واحدة: خصوبة أقل، أداء أضعف، وخطر أعلى. طيب، نيجي للأثر النفسي والاجتماعي. التدخين مش بس بيوصل السم للجسم، ده كمان بيبرمج المخ إنه يعتمد على النيكوتين، كأنه بيقوله من غيري مش هتعرف تروق. النيكوتين بيزود إفراز الدوبامين شوية، بيخليك تحس بارتياح لحظة، بس بعدها يسيبك فاضي وتعبان، وده اللي بيولد قلق وتوتر مزمن. والتوتر ده واحد من أخطر الأسباب اللي بتأثر على العلاقة. هو مش بس في دماغك، لأ، ده كمان بيأثر على جسمك وبيضعف الانتصاب والرغبة بمرور الوقت.
والنتيجة دايرة مقفولة ما بتخلص. توتر يخليك أدائك يضعف، تضعف فتقلق، تقلق فتولع سيجارة، والسيجارة ترجعك لنقطة الصفر تاني. حلقة مفرغة بتسحبك لتحت كل يوم، كل شوية، من غير ما تحس. نيجي بقى للجانب الشرعي والإنساني. العلماء أجمعوا إن التدخين حرام، مش بس لأنه بيأذي النفس، لكن لأنه بيهدر المال ويدمر البدن والعلاقات الأسرية. والحقيقة إن السيجارة فعلا نوع من التهلكة البطيئة، مش بس بتقتل الرئة، دي بتسحب منك ثقتك، قدرتك، وحيوي، واحدة واحدة. طب يعني هو مفيش أمل؟ لأ، في أمل، وأمل كبير جدا كمان. الجسم بيتعافى أول ما تبطل، وكل يوم بعيد عن السجاير هو خطوة ناحية إنك ترجع نفسك تاني. بعد 3 شهور من التوقف، تدفق الدم بيبدأ يتحسن بشكل واضح، وجسمك بيرجع ياخد نفسه من جديد. بعد 6 شهور من التوقف، التستوستيرون بيبدأ يعلى تاني، والطاقة والرغبة بترجع واحدة واحدة. جسمك حرفيا بيكافئك على إنك بطلت السن. وبعد سنة واحدة بس، الجسم بيرجع يشتغل زي زمان، وكفاءة الانتصاب بتقرب جدا من الطبيعي عند أغلب الناس. في دراسة من بريتش جورنال بتأكد إن 70% من الرجالة اللي بطلوا التدخين لمدة سنة لاحظوا تحسن كبير في الأداء الجنسي والثقة بالنفس. يعني أول نفس من غير سجاير ممكن يكون أول خطوة ترجعك لنفسك تاني. يعني كل سجارة بتبعدك عن نفسك الحقيقية، وكل يوم تبعد فيه عنها، جسمك بيشكرك بصمت. في الجزء اللي جاي من سلسلة السم الصامت، هنكشف الوهم الآخر اللي بيخلي الناس تفتكر إن المخدرات بتحسن الأداء، وهي في الحقيقة بتقضي عليه تماما. فكر كويس، أنت عايز تكون راجل حر، ولا عبد لسجارة صغيرة ماسكة فيك بإيد من دخان؟